السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم؟ كل جمعة وانتم طيبين. أهلا بكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة هنتكلم كده في ما طلعناش بقالنا مدة، هنتكلم في كذا حاجة بس على السريع كده. أول حاجة النهاردة قرعة دوري الأمم الأوروبية اتعملت، وقرعة قوية جدا. يعني إيطاليا هتقابل ألمانيا، والدنمارك هتقابل البرتغال، وفرنسا هتقابل كرواتيا، واسبانيا هتقابل هولندا. والفايز بين من ايطاليا والمانيا هيقابل الدنمارك والبرتغال. والفايز بين فرنسا وكرواتيا هيقابل اسبانيا وهولندا. اعتقد ان مطوشه جميله جدا، ويعني ان شاء الله الناس تستفيد منها فنيا، يعني لاننا بنتفرج على العالم دي يعني عشان نتعلم مثلا، او اللي مش فاهم كوره يفهم. بالذات بقول الكلام ده للناس اللي هم اللي عندنا، العالم اللي عندنا دي، اللي فاكرين نفسهم فهيمة. لان اللي انا شفته الصراحة، احنا شفنا طبعا انا شفت ماتش الدوري الامم الاوروبية، حاجة كورة تانية خالص. ومدربين مصحصحين كده وقاعدين فايقين، مدرب قاعد كوتش فاهم بيعمل ايه، وحاطط كذا سيناريو للمباراة. حاطط سيناريو واحد، لو دخل فيها جون اعمل ايه، لو انا فايز مثلا، لو انا عايز اكسب اعمل ايه، طب لو اندخل فيها جون اعمل ايه، طب لو انا مثلا المدرب التاني ده فاجئني بخطة تانية اعمل ايه كده. الحاجات دي كلها لازم تكون موجودة في دماغ الكوتش اللي قاعد. ده حاجة. الحاجة التانية بقى اللي احنا هنتكلم عليها برضو النهاردة، منتخب مصر. طبعا انا يعني اول حاجة بس، كابتن حسام حسن، يعني انا مش معاه في ان هو استدعى لعيبة تانية وكده، يعني او لعيبة جداد، او لعيبة مش يعني ما كانش في المنتخب او الكلام ده. ليه؟ ليه؟ كل الناس، كل المنتخبات اللي وصلت حتى في افريقيا جت لعبت بالفول تيم بتاعها. شفتوش منتخب المغرب عمل ايه؟ ها؟ شفتوش منتخب الجزائر عمل ايه؟ كل الفرق جايه، السنغال، نيجيريا، كله جاي بالفول تيم وبيلعب باللعيبه الاساسيه بتاعته. انا ممكن بقى ايه، بعد ما انا مطمن طبعا وصلت وكل حاجه، معايا 3 4 لعيبه هم دول اللي انا هزقهم. انما انا العب بالفول تيم بالقوه الضربه بتاعتي عشان اكسب واعلي نفسي في الرينكينج بتاعي في الفيفا. لازم اكسب ولازم اوري الناس دي ان انا قوي. بعد كده بقى استريح للماتش والكلام ده كله، او ايه اعمل ايه بقى، او منزل مثلا التلات اربع لعيبه اللي انا حاططهم في دماغي دول اللي انا هزقهم. انما مش هعمل 7 لعيبه مره واحده كده. الماتش الاولاني ده بتاع كاب فيردي ماتش عجيب. مش عارف يعني، انا مش انا عن نفسي، انا احلى حاجه كانت في الماتش ده كله الجون بتاع طاهر محمد طاهر. ولد، مش هقول لك بقى انا مصراوي ولا انا زملكاوي ومش هتكلم على طاهر، لا، طاهر لعيب. واهم حاجه بقى ان هو ايه، متعلم، مثقف. اي لعيب تاني ما كانش هيخش الخشه دي ويحطها كده. اي لعيب تاني، بتكلم على اللعيبه العاديه التانيه اللي مش متعلمه والكلام ده ومش مثقفه، اللعيبه اللي بتدفع للجماهير عشان تشجعها، اللعيبه التعبانه دي، اللعيبه اللي هي على قدها بس الاعلام بس هو اللي مصيطها. انما طاهر باين لعيب فكر. اول لما اخد الكرة وشق بقى، قلت الواد ده هيعمل ايه، تك. اللعيب ده من نفسه كده عمل الكلام ده، لا، فكر، متعلم، بيفكر بيعمل ايه، هيعمل ايه، هيخش ازاي، والفرصة لما تجيله هيعمل ايه. اي لعيب تاني مش هيعمل الكلام ده. باقي الماتش بقى، والماتش بتاع بتسوانا اللي هنا دون، يعني انا شايفه مع احترامي يعني للكابتن حسام، اسأل اي حد بقى يسأل عني، انا ما فيش حد يتكلم على حسام حسن ده اقطع رقبته ايا كان.
انما معلش بقى في الحاجات بقى اللي هي دي بقى الحاجات الفنيه والكلام ده، مع احترامي معلش، كان عك كروي. مش شايف كوره خالص، ما اعرفش، مش عارف، مش شايف كوره اتعمل. انا مش عارف ده يعني الكوره دي ايه. انا مش عارف. وبعدين انا بس عندي كلام كده في الاختيارات والكلام ده. انا عايز اعرف سام مرسي فين. سام مرسي فين؟ طيب عمر فايد فين؟ مع ان أنا عمر فايد كنت بحمله الخساره في الاولمبياد في ماتش فرنسا، هو اللي يتحمل، هو اللي السبب في التعادل، لانه طلع غلط، ضغط على المهاجم بتاع فرنسا، اداله المساحه ان هو يلعبها بينيه، كان غلط جدا، اللي هو الجون الاول اللي تعادلنا فيه. ده حاجه. كابتن حسام لو سمحت، عايز بقى انت تختار وتجيب حد وتجربه، مع ان ده مش محتاج تدريب ده ولا تجربه. لا لا لا، سام مرسي. هفضل اقول كده لغايه لما سام مرسي ده يتضم. لازم سام مرسي وعمر فايد. مش معنى الناس دي ما اتاخدتش. آه، الولد بتاع انبي اسمه اسامه جلال، ها، محمود مرعي برضو بتاع انبي، لو انت عايز خط الضرب، محمد رزق بتاع مودرن. لعيبه متأنية كده وتقيله ورا، لعيبه. وبعدين على الكوره اجريسيف راجل. وبعدين ما حدش بقى يتكلم على الرجوله على حسام ابراهيم حسن لما كانوا في الملعب. جرينتا، الجرينتا اللي يفهم يعني ايه جرينتا، اللي هو رجوله، حماس، طلاينه. يقول لك الجرينتا. انا ما الطلاينه عندهم اهم حاجه الجرينتا، الحماس، الرجوله في الملعب. المهاره دي بقى تيجي بعدين، لان مش كل حاجه المهاره بتنفع. المهاره ما بتنفعش في كل الاوقات، لا ما بتنفعش المهاره في كل الاوقات. في وقت معين كده المهاره تنفع، ان في كل الاوقات لا. الجرينتا، العزيمه، الرجوله. الرجوله يعني الكوره، اذا تلعب كوره يعني تبقى راجل. وكمان معلش، برضو تاني مرة بقول، يا ريت يا كابتن حسام ما تتكلمش. ممكن دي يعني عند حضرتك نقطة ضعف في الكلام، كلام كتير غلط، يعني الكلام الكتير كده بيغلط. بلاش عشان خاطر يا كابتن حسام تطلع تتكلم، هات متحدث رسمي. وعايز بقى تتكلم تطلع بعد الماتش تتكلم، ما تدخلش، ما تتطرقش لأي حاجة بره الكورة. بس يعني اتكلم في الفنيات في كل حاجة وكده، مع ان انا يعني كنت شايف الماتشين اللي فاتوا دول معلش وحشين جدا، منتخب وحش جدا. ومحدش هيقول كده الا الناس اللي بتفهم في كوره، مش الناس اللي بتطبل. احنا خايفين على حسام حسن، خايفين على المنتخب. كلام ان الكره الخريطه الافريقيه اتغيرت والكلام ده كلام خرط، ده ما ياكلش معانا معلش. ايه يعني؟ مين معروفين من عظماء افريقيا معروف؟ مصر، غانا خرجت طبعا، كاميرون، آه تونس، المغرب، الجزائر، معروف، كوت ديفوار، السنغال. ايوه الناس دي معروفه، انما اللي تحت الناس دي ما التانية دي بقى يطلع فرقه مثلا كاب فيردي دي مثلا، يطلع مثلا موريتانيا مره مش عارف كده. انما معروف القمم بتوع قاره افريقيا مين يا كابتن حسام؟ مفيش، الخريطه اتغيرت والكلام ده، وانا كابتن ما ينفعش. انت كابتن كبير، مصر لها قيمتها. مصر لما تلعب بتسوانا دي تديها 5. دي المغرب، المغرب فول تيم يا كابتن حسام، وهي واصله، واصله، مش واصله دي اللي هتنظم البطوله. فول تيم بتلعب. ده كان الرجراجي بقى يغير 11 لعيب بقى لو على كلامك ان احنا بنجرب ناس والكلام ده، لا فول تيم. ابراهيم دياز وحكيم زياش، حكيم زياشي الناس، كل الفرقه، وحكيمي والفرقه كلها، ونصيري كل الفرقه فول تيم. لا يا كابتن لا، انت تلعب برضه فول تيم، تروح تكسب كان فيردي تديها 3.
المغرب كسبت الجابون بره 5. مش ممكن. انت لازم تبقى زي الناس دي عشان ما حدش يتكلم. وعواد اتظلم، يمكن عشان كده ربنا ما كرمناش. لما يبقى في ظلم يبقى غلط، ربنا عمره ما هيكرمنا. عواد لازم يقف، ما ينفعش شبير. لا، تدي العواد وبعد كده تبقى في الشوط الثاني تدي لشبير، لان شبير ده ما بيلعبش اصلا. حرام، ده ظلم. تالت حاجة هنتكلم عليها، آه... سلطان زمانه، اللي هو بيتكلم، اللي بيقول مفيش حد زيه ومش عارف. ماسك الزمالك تقطيع تقطيع. كل البرنامج بتاعه مفيش، ما بيتكلمش ده هو اللي كان بيعاتب على خالد الغندور، بيقول له انت بتجيب سيرة الاهلي ليه؟ ولما كان سيادة المستشار مرتضى بيتكلم وبتجيبوا سيرة الاهلي، ما انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله؟ طب احنا كنا الزمالك ما كانش بيتكلم عن الاهلي الا لما يجيبوا سيرته، انما انت عمال على بطال كده. وبعدين مين اللي عقلهم ومش عقلهم والكلام ده؟ والله العظيم المفروض حضرتك ليك فضايح، المفروض اللي زيك يتدارى. انت اللي طلعت قلت على نفسك تزوير انتخابات، انت بتقول زورت الانتخابات، وليك مكالمات قذرة، مش عايز اقول ها، وليك حاجات تانية كتير. المفروض انت حضرتك تتوارى او تتكلم على قدك، ما تفتحش بقك خالص خالص، ما تفتحش بقك. وبعدين الاعلام الزملكاوي، قناه الزمالك دي المفروض تدافع عن الكابتن احمد سليمان اللي هو شبير مبهدله ده. المفروض قناه الزمالك تدافع، حسين لبيبي يطلع يدافع. وبعدين بالحق اعتذار الامارات ده ما طلعش ليه؟ الاتحاد الكره الاماراتي ده لازم يعتذر عشان لعيبه الزمالك. وانا بناشد اهو الكابتن حسين لبيب من هنا اهو، من كلامي من هنا، اذا الامارات دي ما بعتتش اعتذار للاعيبه الزمالك والنادي الزمالك، ما يروحش السوبر الجاي، ما يروحش، لان حرام اللي حصل ده، بالذات بعد ما الصوره طلعت. كانت اهانه، اهانه، ولازم يطلع اعتذار. انا بقول له من هنا ما تروحش السوبر الجاي خالص، ولا كارت ذهبي بقى ولا كارت مهلبيه ولا الكلام ده. تاني حاجة برضو، حاجة مهمة برضو هتكلم عليها برضو المرة التالتة أو الرابعة، اللايف كوتش يا جماعة لازم يكون في كل فرق مصر. لازم لازم، لأن اللعيبة اللي بقى عندنا دي لعيبة على يعني مستواها الفكري على قدها. لازم يا جماعة صدقوني، اللايف كوتش مهم جدا جدا جدا، لأن في الدوري كده كذا كذا موقف كده، اللعيبة مش متزنة نفسيا، مش مظبوطة. وبالنسبة للكابتن، حكم الحبس لما طلع على إمام عاشور، ما شفتش الإعلام يعني الأحمر القذر طلع يعني قال حاجة ولا قال على القضاء بتاعنا الشامخ، لما كان بيقول على قضاء الإمارات الشامخ؟ ما طلعتش ليه وبهدل إمام عاشور زي ما بهدل لعيبة الزمالك؟ ليه ما طلعش ليه وقال إمام عاشور هيسجن والكلام ده، والقانون وانضباط القانون والكلام ده؟ ولا احنا عندنا القضاء المصري مش عاجبهم؟ ده القضاء المصري مية مية، قضاء عادل، ادى لكل واحد حقه، وادى الامام عاشور ده جزاؤه. ان شاء الله الدوري هيبتدي النهارده، وطبعا الماتش اللي يهمنا طبعا مصر والزمالك. يا كابتن علي ماهر، كريم العراقي مش مساكه كابتن، ها؟ وما نشوف هنعمل ايه. وبرضو بتكلم على اللايك والكلام ده، برضو ما ينفعش حد مثلا يكون بيتفرج على الفيديو مثلا يا جماعه 400 وشويه، ويلاقي مثلا 10 لايك مثلا. يعني انا ما بحبش اتكلم الكلام ده، بس واحد صاحبي برضو بنبهني، قال لي يعني قول للناس تعمل لايكات وتعمل عشان الفيديو ينتشر يعني وكده. يعني مش فارقه قوي، بس اهم حاجه الناس
تحط الكلام اللي انا بقوله ده يدخل عقل الناس كده وتفهم. بس كده النهارده، كل جمعة وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يوفق النادي المصري. وبرضو الخطة الأمثل للنادي المصري 4-3-3، وكل واحد يا كابتن في مركزه يا كابتن. ومحمد هاشم يا كابتن علي ماهر قاعد بره لعيبه مساك أحسن، زي ما أنا قلت قبل كده. برضو معاك أدواتك اللي ممكن تألف فيها ونشوف كده وأنت بتبدع ماشي. ما معاكش أدواتك، لا. فريق الزمالك هينزل قوي، فريق الزمالك نازل قوي. وأنا الفريق اللي أنا بحبه بعد النادي المصري الزمالك. الزمالك بعد النادي، فريق الزمالك هينزل عشان يثبت بقى وجوده ويثبت، هيلعب هيبقى اجريسيف. لازم انا اخد بالي شويه، فلازم تبقى اللعيبه مصحصحه. ولازم فخر الدين بن يوسف يلعب فيرود جنب حسام، اسمه محسن. ف لازم لازم فخر الدين بن يوسف يلعب فيرود تاني، لازم. وتحتيهم بقى يا اما القرموطي، يا اما ميدو جابر. مش كيمياء، هي حاجة سهلة جدا خالص، حاجة سهلة خالص. وتاني كابتن حسام حسن بعد اذنك، سام مرسي لازم يجي. سام مرسي هيلعب على التخين في مصر، هاف ديفندر والله. وبالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا ان شاء الله الماتشات الجايه. وبالحق لما تيجي تجرب يا كابتن حسام وبجرب في الماتشات الوديه. الماتشات الوديه دي هي اللي تجرب فيها، انما غير كده لا. الماتشات الرسميه لازم تلعب فول تيم عشان تعرف الناس دي مصر ومنتخب مصر. لازم تكسب كل الماتشات. لا، ما تجربش في الماتشات دي يا كابتن، تجرب في الماتشات الوديه. شكرا ليكم. ما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.